شوف استاذي، سواء عجبك الموضوع او ما عجبك، اقتنعت او ما اقتنعت، عندك مشاكل ويا المدرب، عندك انتقادات على المدرب وانا من عندهم، كل هذا الحكي عجبك او ما عجبك، انشيلوتي البارحه هو اللي سير المباراه، باستثناء من دقيقه 20 لحد دقيقه 40 بعد ما قوض مان سيتي واستحوذ على الطوبه، بقيه اللعبه كلها سيرها انشيلوتي مثل ما يريد، وما له علاقه بظروف الخصم ولا له علاقه بوضعيه المدرب العاطفيه وحياته الشخصيه. هاي كلها مشاكل تصير بالطوبه وتصير بالحياه اليوميه. المدرب البارحه هو واحد من اهم اسباب فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي. وعلى الطرف الثاني المدرب بيبي جوارديولا مدرب مان سيتي كان هو العامل المساعد باداره انشيلوتي للمباراه وفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي 3-2. حكينا اول ما سحبت القرعه انه فريقين عندهم مشاكل، جوارديولا عنده مشاكل شخصيه، مانشستر سيتي عندهم مشاكل بالفريق، عندهم نقوصات. نفس الموضوع ويا ريال مدريد، عندهم مشاكل المدرب ما قاعد يدير المباريات بصوره صحيحه، عندهم مشاكل نقص بالسكواد على مستوى الدفاع. وحتى تعرف شلون المدرب عرف يسير المباراه الصالحه، الشوط الاول اللي جوارديولا سيطر به لمده 20 دقيقه، ريال مدريد عندهم تسديدتين بس على المرمى اللي هي غالبا جت واحده بالبدايه وواحده بالنهايه باخر 5 دقائق. الشوط الثاني ريال مدريد عنده 6 تسديدات على المرمى، فرق كبير بين الشوط الاول والشوط الثاني من ناحيه اداره المدرب للمباراه. وهذا الحكي كله اكو بعد لعبه اياب، ما يعني انه جوارديولا طلع من المنافسه، ولا يعني انه سيتي طلع، ولا يعني انه ريال مدريد صعد خلاص الدور الثاني، لا، قاعد نحكي عن هاي اللعبه بس. وحكينا لما طلعت في القرعه قلنا ان اللعبه كلها معتمده على انشيلوتي اذا شغل عقله فراح يقدر يستغل اللعبه ويفوز، اما اذا ما شغل عقله لا فراح يبلع. انشيلوتي عرف يسير المباراه الصالحه وقدر يستغل الهفوات الموجوده بالدفاع وعلى مستوى التشكيله بصوره عامه ويحقق المطلوب اللي هو فوز وخارج الديار بعد لعبه الاياب الاسبوع الاخ على ملعب البرنابيو. فانشيلوتي لما اجى وشاف انه جوارديولا اذا تنطي طوبه راح ياكلك، وشاف خلال الدقيقه من 20 الى 40 السيتي ضاغط وريال مدريد يدافع، تشجع بالشوط الثاني وقرر يمسك زمام الامور، قال لك انا على شنو انطي طوبه وانتظر تجيني مرتده بحكم انه انا عندي اجنحه سريعه، لا، استلم طوبه. وحتى اذا اخذ من عندي طوبه اني المرتدات هي سلاح اساسي، استحوذ اكثر على الطوبه، اخلي لاعبيني هم يدورون الكره احسن ما فريقه هو يدور الطوبه وهو متقدم علي واحتمال يطلع من عندي فايز. وبلغه الارقام وعلى مستوى الاستحواذ، فالاستحواذ عند ريال مدريد ارتفع بالشوط الثاني. على مستوى الاكس جي هو عباره عن ترجمه الفرص الى اهداف، هو رقم يمثل ترجمه الفرص الى اهداف. الاكس جي مال ريال مدريد بالشوط الاول هو عباره عن 0.8، يعني ريال مدريد لما طلع خسران 1-0 بالشوط الاول كان عنده فرصه واحده ممكن يجي من عندها هدف، بينما الاكس جي مال ريال مدريد بالشوط الثاني ايش قد 2.5 2.5، يعني ريال مدريد لما سجل 3 اهداف هدف من عندهن كان من فرصه قليله التسجيل وهدفين فرصه طبيعيه، او يعني ما معناه هيك. بينما من تجي للاكس جي مال السيتي بالشوط الاول 0.6 وبالشوط الثاني 0.9، اكو فد زياده طفيفه، بس فرق وين من ال 0.6 ل 0.9 وين من ال 0.62 لل 2.5، يعني فد فرق مهول. هذا معناه شنو؟ معناه اكو شغل مدرب. على الجانب الثاني اكو مدرب لزم فريقه وطيح حظه. اثناء الشوط الاول شفنا كان مارتين يشتكي من اصابه بعضله الفخذ، وكان واضح انه هو راح يطلع بين الشوطين على الاغلب. اول ما يجي ببالك الشخص المرشح انه يكون بديل لاكانجي، خلاص يعني خوسانوف تو جاي من فرنسا بتعاقد ويا سيتي توهم مقدمينه، نزل جوارديولا الاساسي بلعبه ضد تشيلسي بالدوري، فمعناها انه خوسانوف شنو جاهز انه يلعب. بين الشوطين طلع اكانجي نزل ريكو لويس، وهي هاي كانت القشه التي قصمت ظهر البعير، والبعير هو جوارديولا مو مان سيتي بحث. لما تشتري مدافع ب 40 او 45 مليون وتجي تنزل لاعب مصعد من الاكاديميه هو ظهير وانت قاعد تعتمد عليه محور، تجي تلعب مركز قلب الدفاع او ايا كانت التحويره اللي سويتها، لان هو ما لاعب ظهير وقاعد تلعب بمحور ومدبرها، فاذا انت لا هو مدبرها محور وظهير ما لاعب تجي تلعب قلب دفاع، فهاي انت تتحملها يعني. ومثل ما قلنا على فليك بلعبه لاس بالماس اللي خسرناها، يمكن انت كمدرب اذا ما تسوي اللي شيء عليك طبك مرض. والخطا الثاني اللي سواه جوارديولا انه طلع اكي، وما اعرف ليش طلعها يعني الا اذا كان مصاب، طلع اكي ونزل كوفازيتش هو الميزه الوحيده انه هو يعرف يطلع بالطوبه، غير شيء لا هو ممتاز بالالتحامات البدنيه، لا هو عنده قدره على قراءه الملعب، حي الله انه يعرف يطلع بالطوبه. زين هسه انت خسرت مدافعين، خسرت اكي وخسرت كانجي، بالمقابل ايش نزلت واحد يلعب ظهير ويلعب محور، نزلته مكان المدافع الاول، ونزلت محور نزلته مكان المدافع الثاني. انا ما اعرف صراحه الخطه شلون صارت بعدين، 3 مدافعين او مو 3 مدافعين، بس الخيارات اللي اعتمدتها هي اللي طيحت حظك. اساسا بعد ما شفنا لعبه تشيلسي الاولى بالدوري اللي شارك بها خوسانوف مرموش، كنت متوقع على الاقل يشارك مرموش اساسي او ينزل بدايه الشوط الثاني
لما شفنا ان مرموش دكه، بس مرموش بقى بديل لحد دقيقه 82 83. ولما نزل مكان جناح، مع العلم بالضعف اللي هو واضح بريال مدريد، هو من جهه قلوب الدفاع. اسينسيو مدافع شاب، مدافع ممتاز، بس بعده شاب بالنهايه ما عنده خبره ممكن تقدر تستغل خبره مرموش ويتفوق عليه. وتشواميني اللي هو اصلا مو قلب دفاع، فانت اذا نزلت مرموش ولعبته على الجناح وخليت جوندوجان خلف مهاجم اللي ومكان دي بروين البارحه اللي هو ميت، فانت هنا تستاهل، هنا طبك مرض حرفيا. اما بالنسبه لريال مدريد اللي حاله من حاله مانشستر سيتي، فريق عنده هوايه مشاكل على مستوى المدرب، على مستوى التشكيله، على مستوى الدفاع، على مستوى الضغط من اللاعبين الهجوم. الفريق قدر يستغل الهفوات اللي بدفاع مان سيتي، وعرف شلون يستغلها ويسجل هدف وهدفين وثلاثه ويقلب النتيجه 3-2. مبابي ممتاز بالمساحات، فينيسيوس الممتاز بالمراوغه، سيبايوس اللي قاعد يغطي حتى لو 50% من توني كروس. وبالنهايه هيش نوع من المباريات تحسها مخلوق لريال مدريد. يعني ريال مدريد بغض النظر عن الحاله الضعيفه اللي قاعد يمرون بها، وبغض النظر عن ضعف السيتي، تحس هيش مباريات مخلوقه لريال مدريد وحاسمه، وانت تجي فوق هذا كله تستفزهم. وعلى طار الاستفزاز، انا عندي وجهه نظر شخصيه ان الطوبه حاليا قاعد تمشي باتجاه المثاليه المزيفه. يعني موضوع العنصريه، اكو لاعبين يستحقون الدعم، اكو لاعبين ما يستحقون الدعم، مواضيع صغار تتكبر، المناوشات تتكبر، مدري شنو، الموضوع يطلع خارج الملعب. اكو امور تستحق تبقى داخل الملعب. يعني مثلا التنافس والحديه اللي كانت مثلا بين راموس وميسي، بين كريستيانو رونالدو وبيكي، هذا حتى وان كان يطلع خارج الملعب فشي حلو. يعني هي الطوبه حلاوتها بالاكشن اللي يصير بيها، بردود الافعال اللي تصير عليها. الطوبه مو بس 90 دقيقه داخل الملعب وبس، لا، هي صارت جزء كبير من حياتنا، بس بشرط انه يكون المنافسه او الاستفزاز شريف. اما اللي سووه البارحه جمهور مانشستر سيتي والتيفو اللي رفعوه او البنر اللي بيها صوره فينيس رودري شايل الكره الذهبيه ومكتوب بها ستوب كراينج يور هارت، هذا شيء بعيد كل البعد عن الاخلاق الرياضيه والتنافس الحلو. يعني البارحه جمهور مانشستر سيتي اخذوا الموضوع الى منحى بعيد كلش عن الطوبه اللي احنا نعرفها، اخذوها المنحى اقل ما يقال عنهم بانهم زعاطيط. وهذا يعطيك القيمه مال النادي. النادي اللي ما عنده تاريخ، مع كل احترام مانشستر سيتي، الانديه اللي ما عندها تاريخ ما تعرف تتصرف برزانه بهيجي مواقف بيها حماس وبيها ادرينالين ولازم تفرض شخصيتك. لان الموضوع ما دام هو داخل الطوبه وماكو مشاكل سياسيه او مشاكل تحكيميه او مشاكل اداريه وبيها محاكم وهي السوالف هاي، ما دام الموضوع داخل المستطيل الاخضر ماكو اي مشكله بالتنافس. بس انت لما تجي تجر المنافسه كره الذهبيه خارج الملعب وتجرها خارج الاخلاق الرياضيه، فانت هنا قاعد تهين نفسك بنفسك. انت هنا قاعد تبين شخصيتك شنو فريق فيطي. ويمكن ما بالغ اذا قلت لكم انه واحد من اسباب الفوز البارحه هو استفزاز الجمهور لفينيسيوس وريال مدريد. تخيل انت السيتي اللي هو كله عباره عن واحد ابطال وكره ذهبيه واحده يمكن، يستفز ريال مدريد اللي هو عنده 15 ابطال وما اعرف كم كره ذهبيه، بموضوع الكره الذهبيه اللي هي كانت اللاعبين اثنينهم يستحقونها. صار اكو تنافس بيناتهم، اخذها رودري. اوكي، يعني ريال مدريد يبدا امتعاض من الموضوع، لان الموضوع يعني خارج السياقات الاخلاقيه صراحه، وهذا رايي الخاص. وحكيت بوقتها قلت انه فينيسيوس هو المرشح الاول للكره الذهبيه واللي يستحقها عطفا على الاداء اللي قدمه هذا الموسم. يجي السيتي اللي هو باسوء مستوى له يجر ريال مدريد لخانه التنافس اللي هم نايمين، يجي يجرهم يقول لهم احنا اخذنا الكره الذهبيه وانتم قاعد تبكون ما ادري شنو. لا، شو هاك بلع 3-2 وبملعبك وبملحق. يعني انت احتمال كبير انت راح تطلع من الدور الاول من دوري الابطال. لعبه البارحه اثبتت عظمه ريال مدريد وقوتهم كنادي وكاسماء وكتاريخ، بغض النظر عن التخبط اللي قاعد يصير حاليا، بحيث تحس ريال مدريد باللعبات القويه والمهمه والحاسمه عنده فد اعدادات معينه يروح عليها ينطيها كليك وينطيها اوتو، خلص مهما كان الخصم، مهما كانت قوه الفريق المقابل، لا خلاص انه هاي اللعبه انرسمت على الاعدادات مالتي لازم اغلبه. ومن باب التاريخ بالنسبه للناديين الموضوع صعب كلش على ريال مدريد انه يطلع من الدور الاول لدور الابطال، ما له علاقه بملحق، هو بالنهايه راح يعتبر طالع من الدور الاول لدوري الابطال. هاي البطوله المفضله لريال مدريد اللي متفوق بها على الانديه كلها، صعب يطلع معدها من الدور الاول. ضيف عليها انه هو بالدوري حاليا فارق نقطتين عن برشلونه ونقطه واحده عن اتلتيكو مدريد، ومستواه متذبذب بالدوري، واي خساره واي تعثر ممكن يخسر الصداره. يعني انت خلال فتره من اسبوعين الى شهر ممكن ريال مدريد يطلع من الابطال ويخسر الصداره لصالح اتلتيكو او برشلونه، وعنده مواجهه نهايه الشهر هذا بكاس الملك. يعني انت خلال شهر واحد ممكن ريال مدريد
يطلع من كل المسابقات. وتبقى لعبه الاياب بالبرنابيو هي اللي راح تحسم الموضوع كله، بس اكيد اكو افضليه لريال مدريد باعتبار فايز بالذهاب على خصمه بملعبه، واللعبه بالاياب هي بملعب ريال مدريد. واعتقد انه ريكو لويس اثبت فشله هذا الموسم بكل المراكز اللي لعب بيها، سواء بالظهير اذا لعب ظهير او بالمحور، ما قدم شيء يذكر ابد. والطريقه البارحه اللي كان مقرر انه يبعد بها الطوبه بالالتحام ويا فينيسيوس اللي اخذها فينيسيوس من عنده وسجلوا من عنده الهدف الثالث ريال مدريد، ما تمت بصله اللاعب بيلعب فريق كبير، ولا هو الموضوع اصلا كان يحتاج انه إيدرسون يطلع هذا الخروج الغبي مالته وهو عنده مدافعين اثنين وياه. يعني البارحه اذا تيجي تطلع على العناصر اللي قدمت من مانشستر سيتي، هالاند، جفارديول افضل لاعب بالفريق، فودن لما نزل من الدكه، وسافينيو. البقيه دي بروين زباله، برناردو سيلفا زباله، ريكو لويس مو زباله، المي مال الزباله هذا اللي جيفه مالته من تشتمه هيك هو هذا ريكو لويس البارحه. وبقيه عناصر قدمت اداء اقل من المتوسط. وانا كان عندي توقع وحكيته باللعبه اللي فاتت انه جوارديولا حاليا مو بالسلامه العقليه او السلامه الذهنيه الكافيه انه يدير نادي بحجم مانشستر سيتي. بس البارحه لا، توقعي خلاص راح. اثبت لي جوارديولا انه هو خارج الظروف اللي تسمح له انه يدير نادي، سواء عن طريق تصريح اللي قال انه انا الظروف حاليا ما تسمح لي ادير هيك لعبه، انه انا ما اقدر انسحب بنص الموسم، او عن طريق اللاعبين الاساسيين اللي نزلهم، او طريقه ادارته للمباراه واللاعبين البدلاء اللي اعتمد عليهم. لان البارحه طريقه اداره جوارديولا للمباراه نهائيا مو مال انسان صاحي. المدرب يحتاج فتره نقاهه، يحتاج حتى لو يقعد شهر ويخلون مكانه مدرب مساعد او يخلون مكانه مدرب مؤقت، بس حتى يستعيد صحته النفسيه او يتابع الفريق عن بعد ويتشاور ويا المدرب الموجود. الخلاصه يا عزيزي انه انشيلوتي اكل لحم جوارديولا وذب العظم. في امان الله.